سؤال النهارده بيقول هل اللون الابيض مع الوقت بيتغير ويصفر بسبب الدهون؟ طبعا بس في مطابخ معينه، المطابخ اللي هي المدهونه، اللي هي المطابخ الدوكو فرن، مطابخ اللاكيه المغسول والكلام ده كله. اما المطابخ اللي هي الكلادنج والبوليلاك والاكليريك والاتش بي ال والكلام ده كله، ده الوان ثابته لان هي الواح جاهزه بتيجي من بره مستورده، تبقى الواح جاهزه زي كده باللون الابيض زي ما احنا شايفين. تبقى الطبقه دي تبقى الطبقه اللامعه اللي على اللوح دي بتبقى جايه جاهزه مش مدهونه. اللوح الجديده اللي هي الاكليريك والبوليلاك والاتش بي ال والكلام ده كله. اما بقى بالنسبه للكلادنج فطبعا الكلادنج ده ما بيغيرش لون لان دي الواح جاهزه وشتات جايه من بره مستورده، تيجي تتقطع على مقاسات الظراف وتتركب في الفريم الالومنيوم بتاعها وخلاص. فبالتالي ما بيحصلش اي تغيير للون لان هو مش مدهون. الحاجه الوحيده بس اللي اللون بيغير فيها هو المطابخ المدهونه. المطابخ المدهونه دوكو، مدهونه لاكيه مغسول، الدواء طبعا مع التنظيف والكلام ده كله اللون بيتغير واللون بيتأثر بالنظافة والكلام ده كله. بس كده كان معاكم سلام عشري. سيب سؤالك تحت وانا هجاوب لك عليه في فيديو قريب جدا. سلام.